السلام عليكم أصدقائي. قبل يومين بشوف تصريح لوين روني بيحكي فيه مانشستر سيتي سيسحق ريال مدريد. مو مانشستر سيتي سيهزم ريال مدريد، مانشستر سيتي سيقوم بسحق ريال مدريد. طبعا يا جماعة احنا قاعدين نشوف لاعبين كبار بيتحدثوا عن توقع مباريات بهذا الشكل، قليل جدا، لأنه وين روني حاليا حط حاله بموقفين. الموقف الأول إما راح توقع يصيب وبالفعل مانشستر سيتي يسحق ريال مدريد، وقت الناس رح تنظر له انه صاحب نظرة تحليلية عميقة وانه شخص عارف يقرأ المباراة صح. اما راح يغلط بتوقعه وريال مدريد يكسب مانشستر سيتي، وقتها راح يصير مادة للسخرية من جميع الناس. ولكن يا جماعة هون في نقطة صغيرة بدي احكي عنها بشكل سريع جدا، هي انه مو بس واين روني اللي حكى مانشستر سيتي سيسحق ريال مدريد، كل متابعين الدوري الانجليزي على وجه التحديد بيحكوا مانشستر سيتي سيقوم بسحق ريال مدريد. مانشستر سيتي سيطلع بنتيجة كبيرة جدا امام ريال مدريد، ريال مدريد سيتذوق طعم الخسارة الكبيرة جدا امام مانشستر سيتي. جمل كل يوم انا بسمعها وبقراها بوستات عن هذا الموضوع، فالموضوع صار فيه شوية مبالغة. اي نعم يا جماعة مانشستر سيتي هو المرجح الأكبر أمام ريال مدريد. مانشستر سيتي بالأسماء أقوى، بالدكة أقوى، بالأفكار وبالتكتيك اللي راح يلعب فيه أقوى، ولكن أنت عم تلعب قدام ريال مدريد، عم تلعب قدام الفريق الأكثر تتويجا والأكثر تحقيق للبطولة، عم تلعب قدام الفريق اللي بيملك أكثر عناصر خبرة بهاي البطولة. يا جماعة ما في لاعب بريال مدريد اللي ما حقق دوري أبطال. يا جماعة كروس ومودريتش وبنزيما كل واحد حقق منهم اللقب 5 مرات. لاعبين يا جماعة قدامى بهاي البطولة، خبرة كبيرة جدا، تعامل فني مع المباريات الكبيرة. فأنت لا تتأمل نفسك بهذا الشكل مانشستر سيتي سيسحق ريال مدريد. لا يا حبيبي، ريال مدريد راح يوقف الند من ند من مانشستر سيتي، رغم انه الاسماء خاصة بالاحتياط وبالاظهرة ما بتخدم ريال مدريد خالص، ولكن ريال مدريد راح يوقف الند من ند لمانشستر سيتي، ما راح يسلم اللعب بسهولة، ما راح يرضخ لهي المخاوف. ريال مدريد يا جماعة فريق تعجبني فيه شغلة واحدة، من ما كان خصمه ما بيخاف، بيلعب الكرة اللي بده اياها، نازل يدافع راح ينزل يدافع، نازل يهاجم راح ينزل يهاجم، نازل يستحوذ على الكرة راح ينزل يستحوذ على الكرة، ما بيخاف وما بيغير افكاره ابدا مهما كان الفريق يلي قدامه. فانتوا يا جماعة شو رايكم بتصريح واين روني؟ وشو توقعكم من المباراة غدا باذن الله تعالى؟ اكتبوا لي بالتعليقات ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، وشكرا لكم.